القصة دي بدأت من 12 سنة. باحثة شابة وجميلة من ألمانيا جات تنزانيا عشان شغلها ووقعت في حب محارب من قبيلة الماساي. اختارت تعيش معاه في كوخ صغير في الغابة البرية، وسابت وراها كل الراحة والحياة الحلوة اللي كانت عايشاها عشان الحب. إيه اللي حصل لهم بعد 12 سنة؟ وابنهم شكله عامل إزاي دلوقتي؟ اتفرج على الفيديو كامل عشان تعرف. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناة وتضغطي على جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد أول ما أنزل فيديو جديد. يلا نكمل. ستيفاني فوكس كانت بنت أوروبية عادية. هي اتولدت في فرانكفورت ألمانيا في يونيو 1986 وتربت مع أمها اللي كانت عايشة لوحدها، واللي جات ألمانيا من فرنسا وهي عندها 19 سنة بس. وبالمناسبة هي كمان سابت بيت أهلها وهي عندها 19 سنة. لفت أستراليا وبعدين راحت إنجلترا علشان تدرس بيولوجيا وحماية البيئة في جامعة باث سبا. خلال الفترة دي قضت شهرين في زيمبابوي علشان تعمل بحث لرسالة التخرج بتاعتها. في الوقت ده وقعت في حب أفريقيا ووعدت نفسها إنها هترجع قريب. ستيفاني كانت بتحب السفر واكتشاف ثقافات جديدة. كانت ممكن تتجوز في ألمانيا وتكون سعيدة، بس الحياة دي كانت باين عليها مملة جدا بالنسبة لها. كانت بتحلم بالسفر والمغامرة. بعد ما تخرجت راحت تنزانيا كمتطوعة مع مجموعة للحفاظ على الطبيعة، مقرها لندن. عاشت في قرية صغيرة في جزيرة مافي جنوب زنجبار، وهناك قابلت جوزها المستقبلي. وأثناء شغلها لاحظت مجموعة من الرعاة الطوال والجميلين اللي بيتبعوا التقليد القديم في رعي المواشي عبر السافانا الإفريقية. جوزها المستقبلي سوكوين كان مميز بلبسه الأحمر ومجوهراته اليدوية الجميلة. في اللحظة دي أنا ما شفتش غيره. كان أطول من الباقيين وعنده أجمل عيون زي ما هي قالت. ومن اللحظة دي ما قدرتش تبطل تفكر فيه ووقعت في حبه بسرعة. يمكن كان الموضوع يبان مجنون شوية، خصوصاً إنهم جايين من عوالم مختلفة تماماً، بس ستيفاني ما كانتش فارقة معها. حبت لدرجة إنها كانت مستعدة تسيب حياتها القديمة كلها. ستيفاني كانت عايشة في تنزانيا بقالها سنة بالفعل، وتعلمت اللغة السواحيلية اللي هي اللغة الأم في تنزانيا. فكلمته واعترفت له بمشاعرها. الراجل الأفريقي ما قدرش يقاوم الأجنبية الجميلة وقضوا الليلة مع بعض، بس عمره ما كان يتخيل إنه البنت دي هتبقى مراته. بعد أسبوع قرروا يكونوا مع بعض، وبعد كام شهر قرروا يتجوزوا وينتقلوا لبيت عيلته في سهول الماساي. ستيفاني كان لازم تسيب كل مميزات الحضارة. عيلتها في الأول ما كانوش متحمسين للعلاقة وكان عندهم شوية قلق، بس لما قابلوه رأيهم تغير. هي وجوزها عاشوا مع بعض في كوخ صغير معمول من الروث. ما كانش فيه صرف صحي ولا مية جارية ولا كهرباء. كانت مضطرة تروح الحمام في الغابة البرية بعيد عن القرية وبتغسل نفسها بجردل. الأكل الكويس والدواء كانوا نادرين. في البداية كانت حاسة بالوحدة والعزلة عشان هم كانوا بيتكلموا لغة القبيلة، وكان كمان صعب تلاقي وقت وحدة مع شريكها لأنه كان دايماً مع المحاربين التانيين. إخوات سوكوين كانوا دايماً حواليهم، وأوقات كانوا بيناموا في نفس المكان مع ستيفاني وسوكوين. الاختلافات الثقافية دي سببت مشاكل في العلاقة، وده أدى لخلافات بينهم. الاثنين فهموا إنهم لو عايزين يكملوا مع بعض لازم يتأقلموا مع أسلوب حياة بعض. وكان في تحدي تاني وهو البيئة القاسية حوالينهم. ستيفاني تعبت أكثر من مرة من التهابات في رجلها للملاريا والأميبا. مش غريب بعد سنة إن ستيفاني زهقت وعايزة ترجع ألمانيا. التأقلم ما كانش بس مع التحديات الجسدية، لكن كمان كان فيه ضغوط نفسية وعاطفية، بس الحب كان أهم حاجة بالنسبة لها. ستيفاني كانت مستعدة تتحمل أي صعوبات علشان خاطر الراجل اللي بتحبه. سوكوين كان رائع، كان بيدلها وبيشجعها وبيساعدها، وأوقات كان بيضحي بتقاليده علشان سعادتها. عيلته كمان كانت طيبة جدا معها وساعدوها تتأقلم مع الثقافة الجديدة. كانوا مرحبين بي جدا ومتسامحين معايا. لبسوني حلي الماساي ولبسوني هدومهم. اتأكدوا إنهم يوفروا لي كل وسائل الراحة الأساسية اللي يقدروا يدهالي، وكانوا بيهتموا بيا زي ما الواحد يهتم بطفل صغير زي ما قالت. في سنة 2016 ستيفاني جابت ابنها يانيك، وده جاب سعادة كبيرة للعيلة كلها.
هي دايماً بتشارك صوره على إنستغرام وبيبان عليهم إنهم عيلة سعيدة. هو ما بيتكلمش ألماني، هو بيتكلم بس لغة ما، لغة والده. ستيفاني شرحت وقالت: أنا ما علمتوش لغتي الأم الألمانية علشان ما حسيتش إني ده صح بالنسبة لي. أنا سبت ألمانيا من 17 سنة وما بصيتش ورايا أبداً. كان بالنسبة إلي مش محترم تجاه العيلة اللي ساعدتني أربيه في أول شهوره إني أتكلم مع ابني بلغة هم مش فاهمينها. يعني سوكوين فعلاً مشارك في تربية ابنه زي بالضبط أي راجل غربي. في ثقافة الماساي عادة بتكون مسؤولية الأم إنها تربي الطفل، بس جوز ستيفاني بيتحدى الصورة النمطية دي مش العادة الوحيدة اللي هو بيكسرها علشان مراته. سوكوين كمان قال لستيفاني إنه عمره ما حيتجوز واحدة تانية أو يمارس تعدد الزوجات، وده شائع بين رجال الماساي. هو واقع في حب مراته جداً ومبسوط بالعيلة المكونة من 3 أفراد اللي بنوها مع بعض. النهاردة ستيفاني وسوكوين متجوزين بقالهم 11 سنة وابنهم عنده تقريباً 7 سنين. مع إنها معترفة إنه جوازها مش مثالي قوي وحياتها مش قصة خيالية، لكنها مبسوطة جداً وهي عايشة في شرق أفريقيا. أنا أسعد من أي وقت فات وبقيت بحب القبيلة الجميلة دي جداً، قالت كده. في سنة 2020 بدأت مشروعاً بتديره ستات من قبيلة الماساي وبيصنعوا فيه فوط صحية قابلة لإعادة الاستخدام. جمعت فلوس لشراء ماكينات خياطة وتدريب من خلال حملة تمويل جماعي تانية. المشروع ده كان مفيد وساعد ستات الماساي يكتسبوا ثقة في نفسهم ويبقوا معتمدين على نفسهم أكتر. كمان أسست موقع سياحة ثقافية بتعرف فيه الضيوف على ثقافة الماساي وبتديهم فرصة يشاركوا في الأنشطة اليومية لشعب الماساي. هي بتوفر إقامة لعدة أيام علشان الناس يعيشوا تجربة ثقافية عميقة. ستيفاني كمان كتبت كتاب اسمه إسيبادا، مكاني مع الماساي، وشاركت فيه حياتها مع القبيلة. الكتاب حقق نجاح كبير وبقى من الأكثر مبيعاً في دول كتير حوالين العالم. ستيفاني وسوكوين لسه مع بعض وحبهم لسه قوي زي ما كان من 12 سنة. ستيفاني الباحثة الألمانية الشابة اللي تبعت قلبها لتنزانيا ما لقتش الحب بس، هي بنت حياة مميزة وجميلة مع سوكوين وابنهم يانيك. قصتهم مثال رائع إزاي الحب يقدر يتخطى الاختلافات ويتحدى الطرق التقليدية ويجمع بين شخصين من خلفيات مختلفة جداً علشان يخلقوا حاجة فعلاً استثنائية. انتي بتؤمني بالحب بين ناس من ثقافات مختلفة؟ وبكده نكون خلصنا. لو عجبك الفيديو وعايزة تشوفي فيديوهات تانية زيه ما تنسيش تعملي لايك تحت تقديراً. ولو لسه ما اشتركتيش أكيد هتحبي تشتركي في قناتي وتضغطي على علامة الجرس عشان يوصلك إشعار أول ما أنزل فيديو جديد كل أسبوع. أشوفك في الفيديو الجاي.